أعز صديقة ليها اتصلت بيها وقالت لها الحقيني أنا في كارثة. هنا اتخضت وقالت لها كارثة إيه؟ قالت لها عارفة الشاب اللي أنا بحبه خلى بيا ومش عايز يتجوزني إلا بشرط. هنا اتصدمت، قالت لها شرط؟ شرط إيه اللي أنت عايز اللي هو عايزه منك؟ وإزاي بعد الوعود ده كلها يخلى بيكي؟ فين؟ قالت لها شرط صعب جدا، وغير كده كمان ده مصورني فيديوهات وصور، يا اما اعمل اللي هو عايزه يا اما يبعت الصور والفيديوهات على النت والناس كلها تشوفني. قولي لي اعمل ايه، انا في مصيبه. قالت لها طب شرط ايه بس اللي هو عايزه مني؟ انت ما قلتليش. في يوم اتصل بيها وقال لها تعالي لي بسرعه، انا عايزك في الشقه. طبعا كالعاده هي كانت بتروح له على طول، وبالفعل راحت وبدأت تقعد معاه ويكلمها. وفجأة طلع من الأوضة شاب تاني، وهنا الشاب اللي بتحبه قال لها بقولك ايه، اسمعي كلامي، ان ما سمعتش كلامي انا هبعت الصور والفيديوهات دي كلها على النت ولأهلك. هنا البنت اتصدمت وقعدت تعيط، تقول له انت مش هتتجوزني؟ فين الوعود؟ ومين الشاب ده؟ هنا الشاب قال لها انا اللي هتجوزك. طبعا هنا بدأت تصوت وتعيط وتخبط في الباب ان حد يسمعها. طبعا مفيش اي حد في العمارة غير الشقة دي بس. وهنا بالفعل الشاب التاني اخدها وبدأ يعتدي عليها، والتاني قاعد برا ولكنه سامع حاجة. وبعد كده الشاب طلع وقال له شكرا يا صديقي ومشى وسابه. وهنا البنت بدأت تعيط وتقول له انت بتعمل فيا كده ليه؟ ده انا حبيتك، ده انا حبيتك من كل قلبي، انت ازاي تغدر بيا كده؟ طبعا هنا الشاب قال لها بقولك ايه، انا عمري ما هتجوز بنت مشت معايا قبل كده، ولا عمري هخليها تشيل اسمي ولا تربي عيالي. تفهمه؟ انا كنت بتسلى بيكي وهتسلى بغيرك وبغيرك وبغيرك لحد ما الاقي البنت المحترمه الكويسه اللي اكون اول واحد في حياتها. انت فاهمه يا قطه؟ وبعد كده لو ما سمحتيش كلامي انت عارفه انا هعمل ايه. وهي دلوقتي راحت كلمت صديقتها وبدأت تعيط وتحكي لها كل اللي حكته لكم ده. طبعا صديقتها هنا قالت لها طب احنا هنعمل ايه في المصيبة دي؟ انت رخصت نفسك او وبحت نفسك، انا مش عارفة اعمل لك ايه، انت عندك حل؟ هنا البنت بدأت تعيط وتقول لها لا انا ما عنديش حل ومش عارفة اعمل ايه، انت عندك حل؟ طبعا صديقتها التانية كمان ما عندهاش حل. فهنا بدأت تقول لها بصي خدي رقم وحاولي تكلميه اقنعيه، هو ممكن يسمع كلامك، هو بيعتبرك دايما البنت الكويسة المحترمة، دايما بيشكر فيكي، ما انا بحكي له عنك كتير قوي. كلميه يمكن قلبه يحن ويديك الفيديوهات والصور بتاعتي وخلاص تبقى صفحة واتقفلت. والله العظيم ما هعمل حاجة غلط تاني، عشان خاطري، عشان خاطري خد الرقم وكلميه. وهنا بالفعل بدأت تقنعها بالكلام، وهنا أخدت الرقم عشان تكلمها وتنقذ صاحبتها، وهي متعرفش اللعبة اللي بتتلعب عليها. هنا بدأت تكلمه، يقول لها أهلا، أيوة أنا عارفك طبعا، أنت البنت الكويسة المحترمة، أنا سمعت إنك اتخطبت لمهندس كبير أوي. فهنا بدأت ترد عليه وتقول له أنا محتاجة منك مساعدة، بالله عليك استرها، استرها ما تفضحهاش، امسح فيديوهاتها وصورها، بالله عليك، اعتبرها أخت ليك، خلاص واللي عدى عدى، استرها. هنا قال لها والله عشان خاطرك بس انت، عشان انت عارفك انك محترمة وكويسة، خلاص تعالي انت وهي قابلوني وانا هحدد لك ميعاد. طبعا هنا البنت رفضت، قالت له لا طبعا مستحيل اقابلك فين؟ قال لها ما تخافيش ده مكان عام عادي خالص، وتيجي وتقابليني انت وصديقتك، وهديك يا ستي انت التليفون تمسحي كل اللي عليه، ووعد مني مش هأذيها تاني. هنا البنت قالت خلاص ماشي، حدد المكان وانا وصديقتي نيجي نقابلك. وبالفعل راحت اتصلت بصديقتها وكانت فرحانة جدا، وقالت لها انا كلمته خلاص هيمسح كل الفيديوهات، كل حاجة هتتمسح، واوعي تغلطي الغلطة دي تاني، واوعي تعملي كده تاني. قالت لها خلاص والله العظيم ابدا، هنقابله فين؟ وبدأت تقول لها على الميعاد والساعة اللي هيتقابلوا فيها. وهنا قالت انا مش هقول لماما ولا اقول لاي حد، انا هاجي انا وانتي ونطلع من الجامعة ونروح نقابله. قالت لها خلاص ماشي. وبالفعل بعد ما خلصوا دراستهم، خلصوا الجامعة خرجوا،
وراحوا للمكان اللي هو محدده لهم. ولما راحوا هو قابلهم وقعد معاهم، وبدأت تكلمه تقول له خلاص هتمسح الصور. قال لها والله عشان خاطرك انت بس، واداها التليفون وقال لها امسحي كل الفيديوهات والصور الموجودة عندي. وبالفعل البنت بدأت تمسح كل حاجة بتاعت صديقتها، طبعا فيديوهات صعبة جدا وصور صعبة جدا، ومسحت كل حاجة. هنا صديقتها قالت لها انا هروح الحمام بسرعة واجي. قالت لها خلاص هاجي معاك. قالت لها لا خليكي هنا، انا هاجي بسرعة. وبالفعل قامت وسابتها قاعدة معاه، وهي متعرفش المصيبة اللي هتحصل لها. وبعد ما قعدت معاه بدأ يكلمها، قال لها تصدقي أنا كان نفسي أتعرف على واحدة زيي تبقى مراتي وأم ولادي، وأمن لها على عرض وشرفي، مش زي صديقتك اللي باعت نفسها من أول كلمة، وكمان باعت نفسها لصديقي وبالآخر عايزة أنا أتجوزها. قالت له أنت السبب، أنت السبب في كل اللي حصل لها. ده حبيتك بجد، والله حبيتك بجد. وكانت بتحكي لي عنك كتير قوي، وكانت تتمنى اليوم اللي هي تبقوا انتوا الاتنين مع بعض وتتجوزها. فهنا قال لها انا اتجوز دي؟ ده طبعا في رابع المستحيلات. انا ان شاء الله لما اجي اتجوز هدور على اللي زيك. للاسف انت اتخطبت. وبدأ يكلمها كلام كتير قوي، وهي ما كانش عاجبها الكلام ده، تقول انا عايزه امشي. قال لها انت مستعجله على ايه؟ استني صديقتك. وبدأ يمد ايده عشان يمسك ايديها، وبالفعل مسك ايديها وهي ما كانتش واخده بالها. وبعدها بثواني شدت ايديها بسرعه ووقفت، وقالت له انا همشي. قال لها طب ما تستني، صديقتك زمانها جاي. وبالفعل صديقتها جاء واخدتها ومشت. وهنا البنت ما حكتش لاي حد على اللي حصل، ولا قالت لاهلها اي حاجه. وبعدها بكم ساعه بعت لها صور ان هو بيمسك ايديها وقاعده معاه لوحدها. وهنا بدأ يقول لها بصي يا حلو، انا عارف ان انت مخطوبه، ولو ما سمحتيش كلامي انا هبعت الصوره دي لخطيبك وهقوله انت ماشيه معايا من زمان قوي. انا عايزك بس تسمعي كلامي في كل حاجه هقولك عليها، وما سمعتيش كلامي هبعت صورك دي لخطيبك ولاهلك. طبعا هنا البنت قعدت تعيط تقول له انت عايز مني ايه؟ انت حرام عليك، انت خدت الصور دي ازاي؟ قال لها ده شغلي بقى، هتسمعي كلامي؟ هنا قعدت تعيط وتقول له اسمع كلامك في ايه يا حيوان؟ هو انت مفكر بسهل كده هيصدقوا؟ لا طبعا عمرهم ما هيصدقوا. قعد يضحك ضحكه صفرا ويقول لها طب بصي بقى شوفي بقى الفيديو اللي جايلك ده. فبدأت تقول له صور ايه ولا فيديوهات ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ وبدأ يبعت لها فيديوهات وصور، للأسف صور بلبس النوم، وهي طبعا جسمها كله واضح. قعدت تعيط تقول له الصور دي جات لك ازاي ومنين ومين اللي بعتها لك؟ قال لها مالكيش دعوه انت بقى، ده معرفتي. قالت له انت اي حيوان. وقعدت تزعق وتعيط تقول له حرام عليك، مين اللي عمل كده؟ قال لها شوف مين اقرب ناس ليكي، ومين انت اللي بتديله سرك، ومين انت اللي مأمناله، ومين انت اللي معتبرها اختك. طبعا قعدت تعيط تقول له صديقتي اللي كنت معتبرها اكتر من اختي هي اللي عملت كده. قال لها اسمعي بقى كلامي يا حلو، عشان لو ما سمعتيش كلامي هبعت الصور والفيديوهات دي لخطيبك ولاهلك واقول لهم على العلامات اللي في جسمك كلها، وانت عارفه العلامات دي بتبقى موجوده فين. طبعا هنا قعدت تعيط تقول له حرام عليك، حرام عليك، انا اذيتك في ايه؟ وليه صديقتي تعمل معايا كده؟ هو انا اذيتها في ايه؟ ده انا حبيتها وكنت خايفه عليها وغامرت ورحت معاها، ليه عملت فيا كده؟ حرام عليكم، انا اذيتكم في ايه؟ وهنا طبعا قعد يضحك ضحكه صفرا، والاخر قفل السكه في وشها. راحت جري ترن على صديقتها وقالتها انت صورتيني وبعت فيديوهات للحيوان اللي انت كنت ماشيه معاه، ليه انا اذيتك في ايه؟ قالتها انا ما عملتش الكلام ده، مين اللي قال؟ طبعا عملت فيها بريئه وشريفه، وطبعا ما عملتش كده. بس للاسف بعدها بدأت تقولها انا اللي عملت فيك كده، انا غيرت مني، متفوقة في الدراسة، ومش بس كده كمان مخطوبة لشاب كويس جدا ومستقبله كويس جدا، وانا مستقبلي راح وحياتي راحت وكل حاجة راحت. بسبب ايه؟ انت احسن مني في ايه؟ انت مش احسن مني في حاجة، وهدمر حياتك زي ما حياتي اتدمرت. قعدت تعيط لها وتقول لها انا اللي دمرت حياتك، انا كنت بحب لك الخير، ده انا ضحيت بكل حاجة عشانك، ازاي امن لك وانت تخونيني؟ حرام عليكي. اتصل بيه خليه يمسح الفيديوهات، حرام عليك، انت عايزة تعملي فيا ايه اكتر من كده؟ قالت لها انا هخليه خطيبك يسيبك،
ما هو التاني سابني وتخلى عني وقال لي صوريها وانا هتجوزك، وبالفعل صورتك وانت معايا في السكن، وانا معرفش ان هو هيتخلى عني كده. فين البنت قعدت تعيط لها، تقول لها انا عملت لك ايه؟ والله العظيم انا كنت بحبك جدا وكنت معتبرك اكتر من اختي. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا صديقتها الحيوانة قفلت السكة في وشها. وهنا البنت قعدت تفكر تعمل ايه، مش عارفة تعمل ايه. فقالت هقول لخطيبي، هقول له كل حاجة وهحكي له على كل حاجة. وبالفعل جالها الجراءة وبدأت تكلمه على كل حاجة وتحكي له على كل حاجة. خطيبها زعل منها قوي، بس كان بيحبها وعارف أخلاقها وعارف تربيتها، لأنه كمان ابن عمها. وطبعا هو شاب كويس جدا. وقال لها ازاي تعمل ده كله؟ ما عادش أمان في الدنيا دي. بدأ يقول لها تدي رقم الحيوان ده، وادت له الرقم. وخطيبها بعدها بساعتين اتصل بيها، قال لها كل حاجة تمام. ما كانتش مصدقة. كل حاجة تمام ازاي وعملت ايه؟ قال لها انا هقولك عملت ايه. المهم صديقتك دي تجيبي لي رقمها، وبعد كده تقطعي علاقتك بيها خالص. والله انا ممكن كنت مسترش عليها، وممكن كنت اعمل حاجات كتير قوي، بس يلا ان الله حليم ستار. وبعد كده اوعي تكرر الغلطة دي تاني. وطبعا السكن اللي انت قاعدة فيه تلبسي لبسك كامل، اوعي تبين حتة من جسمك. انت فاهمة؟ قالت خلاص ماشي. اللي حصل بقى ان خطيبها وابن عمها ليه صديق رتبة عالية جدا، جاب الولد ده وبدأ يخليه يحترف بكل حاجة، والبنت نفس الحكاية، وعلمهم الأدب. الفكرة بقى من القصة دي ان البنت اول حاجة غلطانة اللي هي ثقت في صديقتها. تاني حاجة ان كانت بتبقى مديالها الامان تخلع وتلبس قدامها عادي. صديقتها بقى دي كان جواها غيرة وحقد وحسد وغل وكل حاجة تلاقوها في قلبها. ما تمنتش لها الخير، اتمنت لها الشر والفضيحة. كل ده عشان غيرانة منها، كل ده علشان اتخطبت لواحد كويس وهيعيش عيشة كويسة. والبنت حافظت على نفسها وما باعتش نفسها زي صديقتها. وهنا للأسف كانت بتحكي لها كل حاجة عن حياتها، بتحكي لها كل حاجة عن خطيبها، بتحكي لها على كل حاجة في السعادة اللي بتشوفها. عشان كده البنت اللي كانت طيبة اتقلبت جواها حقد وغيرة وحسد. وبدل ما تفضح نفسها بس لا، قالت اخدها معايا في الطريق. عشان البنت كانت محترمة ومؤدبة وسمعت كلامها وصدقت فيها وأمنت لها. للأسف ما عادش أمان. البنت بتحكي الحكاية دي عشان كل بنت تخلي بالها من نفسها وما تديش الأمان ولا الثقة لأي حد مهما كان انت تعرفيه ولا تثقي فيه. القصة دي يا بنات شيروها على قد ما تقدروا، لان احنا في زمن صعب جدا. الحاجات دي ممكن تكون انت بتقولي ده تأليفة، ده بتحصل في افلام في مسلسلات، بس والله العظيم بتحصل حقيقي. والبنت دي بتحكي لي القصة وبتعيط وبتقولي خلي البنات تاخد بالها من نفسها. وان شاء الله استنوا بكرة في القصة الجاية، ان شاء الله القصة تعجبكم جدا. بس متنسونيش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.